حلقة النهاردة هو الجزء الرابع والأخير من كتابنا Thinking with Type by إلين ليبتون. I'm your host عز حجاج. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة فات جرافيكس، ويلا بينا. من أهم العناصر في التايبوجرافي ومن أهم العناصر بشكل عام في التصميم هي الجريد. الجريد بتقسم المساحة ثنائية الأبعاد بتاعتك إلى مساحات أصغر. بس قبل ما نتوغل في الجريد ومواصفاتها بناخد بصة على الجولدن سيكشن. الجولدن سيكشن برضو ممكن معظمنا يعرفها كالجولدن ريشيو، واللي إلين ليبتون بتقول إن مفيش كتاب عن التايبوجرافي ينفع يكمل من غير ما يتكلم عن الجولدن ريشيو. الجولدن ريشيو هي ببساطة من اسمها ريشيو، النسبة، بس بيتقال عليها انها واحدة من اكتر النسب المريحة ومن اكتر النسب اللي بتشد الاهتمام والنظر الانسان. الجولدن ريشيو نسبتها 1 إلى 1.618، والمعادلة او الفورمولا بتاعتها هي A to B equals B to A plus B، بمعنى ان النسبة ما بين الضلع A والضلع B بتساوي النسبة ما بين الضلع B ومجموع الضلعين. بس لو أسهل لك إنك تحفظها ك1 إلى 1.618 فما فيهاش أي مشكلة خالص. بس قبل ما نكمل كلام عن الجولدن سيكشن أو الجولدن ريشيو لازم تعرف إن الآراء عليها اختلفت. في ناس بتقول إنها نسبة عبقرية وبتحسن أي حاجة وأي تصميم وأي منظر بشكل فوري، وفي ناس ثانية بتقول إنك لو عملت تصميمك بأي مقاس مثلا زي مقاس ال DIN ال A4 مثلا واشتغلت بتصميمك في الورقة دي بنسبة بترتبط إلى مقاس الورقة، فوقتها بيبقى بالظبط وكأنك اشتغلت بالجولدن ريشيو. أنا عن نفسي في النص ما بينهم، بس مايل شوية لناحية الطرف الأولاني اللي بيقول إن الجولدن ريشيو فعلا زي اسمها نسبة ذهبية، بس مش شايف ان استخدامها في اي تصميم بيخليه احسن 180 درجة في ثانية. لا، الموضوع برضو معقد اكتر من كده. الجولدن ريشيو من اكبر استخداماتها في الموضوع بتاعنا هو انك تعمل التايب اريا بتاعتك بالمنظر اللي انت شايفه ده كده. بس طبعا ما هياش حاجة اساسية انك لازم كل مرة بتعمل تايب اريا او الجريد بتاعتك تحط النسبة الذهبية فيها. وبالمناسبة غلطة اكبر الديزاينر بتعملها لو انت بتعمل تصميم هيطبع او مش هيبقى تصميم سوشيال ميديا او ديجيتال بشكل عام، يعني خد بالك انك ما توحدش مقاسات المارجنز زي المثال اللي معانا ده كده. رغم ان الشكل ده هيوفر اكتر في ثمن الطباعة لانه بيحتوي على كمية كلام اكبر في كل صفحة، فبالتالي عدد الصفح هيزيد، الا انه مش مثير للاهتمام قوي وغير مميز بالمرة. ويفضل انك تعمل حاجة بالشكل ده بحيث ان كل مارجن حجمه مميز ومختلف عن التاني. بس برضو ستيل يفضل ان يبقى فيه نسبة ما بين مقاسات المارجنز وبعضيها، يعني مثلا واحد لو هيبقى 1x التاني هيبقى 2x التالت هيبقى 1.5x هكذا. وبرضو نصيحة تانية، لو انت بتصمم مجلة او كتاب حاول تخلي حجم المارجن الداخلي اكبر من المارجن الخارجي. المارجن الداخلي هو المارجن اللي جوه ناحية كعب الكتاب زي المارجن ده كده. سبب النصيحة دي هو ان زي ما قلنا المارجنز دي بتبقى ناحية كعب الكتاب، ففي جزئية كبيرة منها بتتاكل لما بيحصل عملية التكعيب وتلزيق الورق في بعضه، فهتحس ان المارجن الداخلي اصغر عن اللي انت كنت عامله على الجهاز بتاعك. وكمان برضو علشان مشكلة الإفكت بتاع التكست رابنج. مشكلة التكست رابنج هو التكست لما بيجي على الجزئية اللي في الكتاب القريبة من الكعب بيبدأ يحصل فيه تقوس بسبب شكل الكتاب، لأن جزئية من الصفحة ومن الكتاب كل ما تقرب للكعب كل ما بتبقى واخدة شكل كيرفي أكتر، والتكست عليها بيبقى قرايته أصعب نسبيا عن الناحية الخارجية اللي بتبقى ستريت. بس كل ده كنا بندي أمثلة على السنجل كولوم جريد. السنجل كولوم جريد اللي هو التايب اريا بتاعتك كلها مساحة واحدة بس، ما فيش كولومز أو عواميد مختلفة من التكست زي ما أغلب الكتب والروايات ما بتعمل. بتبقى مناسبة في أغلب الحالات في حالة الكتب والروايات والحاجات البسيطة زي كده، حاجات أنت هتكتب فيها التكست بتاعك بفونت واحد وحجم واحد ومفيش أي صور ولا أي حاجة. بس الجريد بتبدأ تديلك قوتها ومميزاتها والتنوع الكبير بتاعها من أول المالتي كولوم جريد. استخداماتها كتيرة جدا وتقدر تغير وتعدل فيها حاجات كتيرة جدا لدرجة إن أنا ممكن أقعد أتكلم فيها معاك ساعات وما نبقاش لسه خلصنا. ممكن تستخدم الكولومز دي بشكل إن هم يبقى كلهم تكست، أو كولوم واحد تعرض فيه صور زي كده والتاني تكست، وممكن تدمج كذا كولوم للتكست زي كده، أو تخلي الكولومز كلها مشتركة في الصور والتكست زي كده. تقدر كمان في الجريد إنك تقسمها أفقيا ويبقى عندك ما يعرف بالفيلدز. لما تعمل كده تقدر حتى انك تخلي مساحة افقية فوق كده للصورة والباقي للتكست. وبعد كده بيجي الجريد النهائية اللي اغلب الناس بتستخدمها،
اللي هي الموديولار جريد، وهي الجريد اللي بتقسم المساحة الطولية والعرضية بحيث ان طول كل سيل متساوي وعرض كل سيل متساوي. هنا معانا بعض الأمثلة عن الموديولار جريد وقوة استخدامها. الجريد دي متعددة الاستخدام وتقدر تستخدمها في كمية كبيرة من التصميمات، وهي مرنة جدا خصوصا كل ما يزيد عدد الفيلدز او السيلز اللي فيها. بس لازم تحذر من حاجة، وهو ان عدد الفيلدز الكبير رغم ان هو بيؤدي لمرونة اكتر، إلا إنه بيحتاج شخص محترف واثق من نفسه عشان يقدر يتحكم فيه والتصميم ما يبص منه. ومن فوائد الجريد هي قدرتها على إنها تدي هيراركي بدون أي تغير في التكست خالص. حتى إلين كانت طلبت منا إن إحنا نعمل إكسرسايز عن طريق إن إحنا نقسم الصفحة ونديلها هيراركي بدون أي تغيير في مقاسات أو ألوان التكست، وكده الكتاب خلص. كتاب كان فن جدا جدا بالنسبه لي، واستمتعت جدا بقراءته خصوصا من الناحيه التاريخيه ومن ناحيه السكيلز في التايبوجرافي. الكتاب ده هيخلي اي حد يسمعه او يقراه يبقى عنده مهارات وسكيلز ثابته في التايبوجرافي، هيخلي المستوى بتاعه على طول كونسيستنت، بس مش هيخليك سوبر هيومن في التايبوجرافي وتعمل فن بقى ومش عارف ايه وكده، لان السوبر هيومن ابيليتيز والتميز في التايبوجرافي وفي اي مجال تاني ما بتجيش من مجرد انك قريت كتاب واحد، بل بتيجي من انك قريت حاجات كتيرة، اتفرجت على حاجات كتيرة، والاهم من كل ده قعدت جربت وطبقت كتير جدا من نفسك واستكشفت كتير جدا مع نفسك. دي كانت اخر حلقة من كتابنا Thinking with Type by إلين ليبتون. لو استفدت من الفيديو عايز تدعمني اعمل لايك اند سبسكرايب. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وبس كده.